السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اكلات كده كلنا بنتفق على حبها. اعتقد قليل قوي لما نلاقي حد ما بيحبش شاورما الدجاج، خصوصا لما تكون سندوتشات شاورما سوري ألذ من اي مطعم سوري. كمان تجارب كتير قوي لحد ما وصلت الميكس توابل واضافات تديني نفس نتيجة الشاورما اللي باكلها في انضف مطعم سوري. تتبيلة لذيذة وريحة قوية، شاورما طرية وجوسي، حاجة كده زي الكتاب ما بيقول، من غير اي تعقيد وبمنتهى السهولة كمان. ولما نقول شاورما سوري يبقى لازم نحضر تومية سوري اصلية للسندوتشات وتقدروا تعتمدوها عموما. فيلا بينا نبدأ. عندي كيلو من صدور الدجاج مغسولة ومنقوعة في مية بليمون 10 دقايق، وغسلتها وجففتها كويس قوي. قطعتها شرايح طويلة متوسطة بالشكل اللي قدامكم ده، بلاش تبقى ارفع علشان ما تنشفش وقت السوا. كمان عادي جدا تقدروا تستخدموا ميكس بين الصدور والاوراك او حتى اوراك، بس الاوراك اطرى عموما. عندي لكل كيلو من الفراخ علبة زبادي بتعادل نص كوباية من الزبادي. الزبادي بيساعدني ان الفراخ تكون اطرى وتستوي بشكل اسرع. كمان عندي نص كوباية من الزيت النباتي، وتقدروا تستبدلوه بزيت زيتون لكن صعب جدا تستغنوا عنه. عندي نص كوباية من عصير البرتقال، وحقيقي صعب استغنى عنه ابدا، بيضيف نكهة غير فعلا. عندي كمان معلقتين كبار من الخل الابيض ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، بيضيف لون وطعم جميل للفراخ. عندي ليمونة ومعلقة كبيرة الا ربع من الثوم المفروم، يعني حوالي 8 فصوص ثوم مفرومين. كمان بحب قوي استخدم ورقتين غار او لورا. نيجي بقى لتشكيلة البهارات اللي حاولوا تستخدموها زي ما هي كده وما تستغنوش عن حاجة منها. عندي معلقة ونص صغيرة من الملح ومن الكزبرة الجافة، ومعلقة صغيرة من الكمون والبصل البودر والبابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الابيض والحبهان البودر والكاري، واخيرا رشة من القرفة ومن الجنزبيل البودر. انا خلطت هنا كل مكونات التتبيلة: الزبادي، الزيت، عصير البرتقال، الخل، دبس الرمان، ورق الغار، ثوم المفروم، عصير الليمونة، وتشكيلة البهارات بتاعتي. قلبت كويس جدا ونزلت عليهم بشرايح الفراخ، وهقلبها لحد ما التتبيلة تتوزع عليها كويس قوي، وهغطيها واسيبها في التلاجة اقل حاجة ساعتين. ويا سلام لو عندي وقت واعملها من بالليل واسيبها ليلة كاملة في التلاجة. وطبعا نقدر نشيلها في الفريزر ونطلعها نسيبها دقايق تفك حاجة بسيطة ونبدأ في تسويتها على طول. وفي الوقت اللي هسيب الفراخ في التتبيلة فيه هحضر التومية. بعد تجارب كتير جدا، منها طريقة بياض البيض او البطاطس المهروسة، قدرت اوصل لطعم التومية المحلات السوري بالظبط. احنا دايما بنحتاج التومية سواء مع الشاورما او مشويات او حتى جنب رز بسمتي. فيلا بينا نحضرها. عندي لكل كوباية من الحليب معلقتين كبار ممسوحين من النشا، ومعلقتين كبار من الزبادي، وعصير نص ليمونة، ونص معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ونص معلقة صغيرة من الملح، وكمان 3 معالق كبار من الزيت. في كسرولة هضيف الحليب والنشا واقلبهم على البارد كويس قوي لحد ما الخليط يبقى بدون اي تكتلات. هرفعه على نار متوسطة وهفضل اقلب باستمرار لحد ما الخليط يتقل زي المهلبية كده او زي الفازلين الناعم. هنزل بالخليط ده في طبق واسيبه يبرد تماما. بعد ما يبرد ويبقى بالقوام ده هنزل بيه في الخلاط او الهاند بلندر وعليه الزبادي والزيت. ايوه، هضيف الزيت مع المكونات من الاول عادي جدا، وعصير الليمون والثوم والملح، وهضرب كويس قوي لحد ما يختلطوا والزيت ما يبقاش ليه اي اثر. في الوقت ده لو كان الخليط تقيل ممكن اضيف له معلقة او معلقتين من الحليب، لكن القوام عندي كويس قوي. هنزل بيه في طبق وكده بقى جاهز عندي ألذ تومية سوري. التومية من الحاجات اللي بتبقى احلى لما تفضل في التلاجة شوية. هسخن الطاسة على النار وهنزل بالفراخ وهوزعها في الطاسة كويس بالشكل ده. النار عندي متوسطة وبدون اي تقليب علشان الفراخ ما تفقدش اي سوائل. مش هقلبها غير لما تاخد لون من تحت وتبدأ تنضج، ساعتها هبدأ اقلب. هتاخد من 8 ل 10 دقايق وهتكون استوت، مش اكتر من كده. والريحة حقيقي هتقعوا في غرامها قبل الطعم كمان. وهبدأ احضر الساندوتشات. الشاورما جهزت وكمان التومية، وعندي شرايح من الخيار المخلل،
واختياري ممكن بطاطس محمرة اضيفها في السندوتشات وبتبقى حلوة قوي برضو. عندي عيش لبناني او شامي زي ما بتسموه. عيش الشركات بيتباع في السوبر ماركت لان عيش الافران بيكون سميك اكتر. وكمان انا بفصل الرغيف لجزئين كده، بفصل الوش عن الظهر. ممكن تستخدموا الرغيف كامل براحتكم، ممكن كمان تستغنوا عنه، ولكن دي الطريقة الأصلية للف الشاورما السوري. وطبعا عندي عيش سوري، هفرد العيش السوري بحرص لأنه بيبقى رقيق جدا، وهضيف عليه العيش اللبناني، وهاخد شوية من التومية أوزعها كده وعليها قطع الفراخ والخيار المخلل، وأقفل العيش من الجنبين كده وأبدأ ألف من غير ما يبقى فيه أي فراغ. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة، التومية والفراخ والخيار وكمان البطاطس المحمرة لو حابة، وهلف السندوتشات. ما شاء الله الكمية دي عملت معايا 10 سندوتشات. حجم السندوتش كويس قوي، ولو ما استخدمتوش بطاطس الكيلو هيعمل معاكم 8 أو 9 سندوتشات. طبعا بتفرق من ايد لايد. في جريل على نار متوسطة همسحه مسحة زيت وهضيف السندوتشات، وللأسف ما عنديش التقل اللي في المحلات ده ومش هيبقى موجود عند أغلبنا، فهنضغط عليهم جامد كده، واول ما تاخد لون وتتحمص كده هقلبها على الجهة التانية. مش هتاخد وقت خالص وهتكون جهزت. هرفعها من على النار، وقبل ما اضيف باقي الكمية همسح الطاسة مسحة زيت، وبكده هتبقى جاهزة للأكل. ولو مش هتتاكل على طول هلفها بورق زبدة وفويل علشان السندوتشات تفضل سخنة. كمان ممكن تحضروها في التوستر، ودي من احلى تتبيلات الشاورما اللي هتجربوها ومش هتعتمدوا غيرها، انا متأكدة. ريحتها هتقلب العمارة كلها مش الشقة بس، تجنن بجد. قدموها جنب بطاطس محمرة، كمان قدمتها مع مخلل وباقي التومية، وكنت محضرة سلطة كول سلو عملناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كمان اي صودا مش حرام، اوفر والذ وانضف بكتير يا جماعة في البيت. ولادكم هيطلبوها منكم بشكل مستمر. جربوها وقولولي رأيكم، وبألف هنا مقدما. ولو عجبكم الفيديو شايفين ان المحتوى مفيد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اي جديد بنقدمه. اشوفكم على خير في فيديو جديد.